بعد الزياده الجنونيه لاسعار كروت الشاشه، اصبح الفريم جنريشن الحل الامثل عشان تاخد اقصى استفاده من الكارت بتاعك. تعال اقول لك على التحسينات في اخر ابديت. انا عبد الله نور، واهلا بيكم في سيليكون فالي. في الاول تعال نلخص طرق تشغيل المود الجديد. انا عندي 3 طرق. اول طريقه بتشتغل على كل كروت الشاشه، تاني طريقه خاصه بكروت AMD RX 6000 و RX 7000، تالت طريقه بتشتغل على كروت ال RTX من انفيديا. خلينا نبدا باول تحديث بيشتغل على كل كروت الشاشه، تحديث 0.8. ده حل لي مشاكل العاب الانريل انجن لما بختار خيار DLSS في كروت AMD، وده عن طريق config فايل. هشغل اللعبه الاول وبعد كده هقفلها وعايزها الconfig فايل، هعدل فيه AMD Unreal Engine Workaround هتخليها true. وضاف لي شويه تحسينات تانية بتظهر في التكست، بتظهر في اليو اي اللي هو اليوزر انترفيس، واهم حاجه كانت كراش في الكات سين. وبرده في تعديل جديد على بعض الالعاب زي جي دي وريتيرنال، هتنسخ الملف من الفولدر الاوبشنال، وبرده هعمل انيبل للسيجنتشر اوفر رايت مش ديسيبل. تاني حاجه لو كارتك AMD هتنزل الدرايفر من اللينك اللي في الفولدر، هتفتح AMD سيتنج، هتفعل خيار AFML. اخر ابديت لكروت ال RTX نسخه ال 0.81. الطريقه سهله، هتفعل خيار الريجستري ديسيبل انفيديا سيجنتشر تشيك، وهتنسخ الملفين اللي هو ال DLSS 2FSR وال NVNGX، هحطهم في الفولدر اللي فيه ال EXE بتاع اللعبه. وضفت المره دي طريقه تانية هتسهل عليك الموضوع شويه، برنامج اسمه FSR سيت اب، هتسطبه، هتختار اللغه، اكسبت الاجريمنت، نيكست نيكست نيكست، فينيش، هتختار اللعبه، براوز، تضيف المسار، وبعد كده هتفعل خيار انجكت الجي بي يو بلجن، وبعدين لو عايز تقفل المود هتعمل ريموف، ولو عايز تفعل المود هتعمل اكتيفيت. الملفات كلها هرفعها باخر تحديثات في مكان واحد عشان تقدر تختار اللي يناسب الكارت بتاعك. لو واجهتك اي مشكله في جروب للفيسبوك ممكن نتناقش فيه ونحاول نحل المشكله اللي وقفت قدامك. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش الجديد. اخيرا هسيبكم مع لعبه ذا لاست اوف اس، ولاحظ ان مفيش كراش في الكات سين بعد اخر ابديت.